عندك كوباية دي وعايزة تعملي حاجة حلوة ومفيش غيرها في البيت، يلا بينا هنعمل النهاردة حاجة حلوة سهلة وبسيطة جدا واقتصادية، ومش هتاخد 5 دقايق هتطلع معانا أحلى وأجمل طبق حلو. الشكل اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة، والكمية دي من كوباية دقيق واحدة، من غير خميرة، من غير بيكنج باودر، من غير مقادير خالص. كوباية دقيق فقط لا غير، طلعت معانا منفوخة زي ما انتوا شايفينها كده، وجميلة من بره ومن جوه، وطعمها جميل جدا جدا جدا. يلا بينا بقى، لو اول مره تشوفيني يسعدني ويشرفني انك تنوريني وتعملي لي احلى اشتراك من ايدك وتحطي لايك للفيديو وتكتبي لي تعليق حلو وكومنت حلو كده زي القمر منك، وتقولي لي حبيبه قلبي بتتابعني منين. ويلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدا مع بعض في احلى واجمل طبق حلو اللي انت شايفاه ده، سهل وبسيط واقتصادي جدا على قد الايد. هاتي اي طبق عندك موجود، والطبق بتاعنا هننزل هنا بنص كوبايه ميه بتاعتنا تكون دافيه شويه، وهنزل هنا بربع معلقه ملح اللي هي ذره ملح يعني اقل من ربع، وهقلبهم تقليبه كويسه جدا. هدوب معايا الملح في الميه، وهنزل هنا بكوبايه دقيق فقط لا غير. انا هنا مش هحتاج اي حاجه خالص، ولا هحتاج خميره ولا بيكنج باودر. هي اللي انا عملته دلوقتي اللي انتوا شايفينه طبعا، هي منفوخه من جوه كده، وهواء فيها هواء من جوه، وجميله زي ما انتوا شايفينها. طبعا هتقولي ان انا حاطه خميره او بيكنج باودر، مش حاطه ولا خميره ولا بيكنج باودر خالص. العجينه بتاعتك لما تعجنيها كويس وتلاقيها كويسه بتطلع معاكي الشكل الحلو ده. طبعا دي اهم خطوه، انك تلم العجينه كويس كده وما تخليش فيه اي دقيق خالص موجود، لازم تلمي كل دقيق كده. انا هنا طبعا في دقيق بيشرب ميه، في دقيق ما بيشربش ميه، لقيتها سايله مني زي ما انت شايفه كده. ما ينفعش اشتغل فيها كده خالص، لان هنا هنشكلها، وطبعا لما نيجي نشكلها هتبقى ملزقه معانا جدا وهتطلع معانا مش مظبوطه. فانا لما لقيتها ملزقه معايا خالص بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، حطيت معلقه دقيق كبيره زي ما انت شايفه كده، وهلم كل العجينه. ودي الخطوه دي مهمه جدا، ان القوام بتاع العجينه يكون ماسك نفسه في ايدك. انت اللي بتحكمي العجينه بايدك، بتعرفيها اذا كانت سايله او ناشفه. لو لقيتيها ناشفه بتحطي معلقه ميه وتعملي زي اللي انا عملته دلوقتي. لقيتيها طريه بتحطي معلقه دقيق وتعملي زي اللي انا عملته دلوقتي. وزي ما قلت لك ما تفكريش تحطي ولا خميره ولا بيكنج باودر، هي لوحدها هتنفش لوحدها. بس اهم خطوه طبعا انك تعجنيها كويس كده وتقلبيها كويس وتخليها ايه، العجينه تريح معانا، يبقى شكلها حلو زي ما انت شايفه كده. اهو كده خلاص كده مسكت نفسها وبقت كويس. هجيب هنا طبعا اي حاجه هتشتغل عليها لازم تحطي ايه، حبه زيت. حبه الزيت دولت عشان ما تلزقش معانا. وهتبتدي هنا تبططيها كده، وبعد كده بقى لو عندك اي حاجه تفرديها بيها، ما عندكيش اي حاجه اعملي بايدك برضو مفيش مشكله خالص. افرديها بايدك زي ما احنا بنعمل الفطير. بس انا هنا حبيت اسهلها على نفسي فجبت ديت اشتغل بيها. هفردها كده. طبعا انا عايزاها هنا تكون رفيعه ما تكونش عريضه جدا، لان لو عريضه معايا هتديني كميه قليله وهتكون مش حلوه، هتكون كبسه كده وعامله زي العيش. انا هنا عايزاها تكون خفيفه معايا. هتجيبي هنا فنجان قهوه لو انت عايزاها تكون صغيره بالحجم اللي انا عملته. لو انا عايزاها حجم كبير هتجيبي كوبايه شاي اللي هي الكبيره العاديه بتاعتنا، وهتبتدي بقى تشكلي زي ما انت عايزه كده. انا هنا حبيت اشكل بالفنجان القهوه دوت عشان تطلع معايا شكل صغير زي الزلابيه. طبعا انت شفت الشكل بتاعها نفس شكل الزلابيه بالظبط. هبتدي بقى كده اهو، مجرد ما بتمسكيها طالما العجينه مظبوطه معاكي بتطلع معاكي على طول، ما بتلزقش في المج خالص. لو العجينه سايله منك طبعا هتلاقيها لزقت في المج ومش هتديك الشكل الحلو اللي انت شايفاه ده. طبعا عملت الكميه دي وهعجن العجينه دي على جنب واحطها، ولما احمر الكميه دي طبعا هرجع اعملها تاني وهشتغل فيها، ما ينفعش ترمى. انا هنا بوريك السمك اللي انا عملته، السمك رفيع جدا زي ما انت شايفه عشان ترمي معاكي كميه حلوه. احطهم على ايدي كده واروح على فين، على الزيت بتاعنا. انا هنا حاطه الزيت بتاعي، اول ما سخن رحت موطيه النار. طبعا الخطوه دي مهمه جدا، اول ما تنزلي بيها لازم توطي النار عشان ما تحمرش معاك وتتحرق بسرعه. ولما بتقعد في الزيت بتتنفخ من جوه وبتبقى هشه معانا وجميله. لو انت سبتي النار عاليه مش هتلحق تتحمر معانا، هتتحرق بسرعه. قصدي مش اللي هي تتحمر دي، هتتحرق ومش هتلحق تنفش معانا بالشكل اللي انت شايفاه ده. مجرد ما هديت النار خدت راحتها في الزيت ونفشت معانا بالشكل الجميل ده. وتخليها بعد كده وسط، يعني ما تعليش النار ولا تبقى عاليه ولا تبقى واطيه. وانا هنا حطيت في الحله الصغنطوطه دي عشان يديني كميه زيت، ما تبقاش حاطه كميه كتيره، يا دوبك تحطي يا دوبك نص كوبايه زيت. لان هو يا دوبك كوبايه دقيق مش هنروح نعمل لها في ازاز الزيت، فتجيبي اصغر حاجه عندك ويا دوبك نص كوبايه زيت تحطيها على النار وتحمري بيها.
هنا بقى انت عايزه تعملي لها شربات، تحطي نص كوبايه سكر مع نص كوبايه ميه على النار وتعمليها. مش عايزه تعملي شربات براحتك، لو عايزه تعمليها بالعسل برضو تعملي عسل، لو مش عايزه الاتنين تعمليها اي حاجه عندك، اي حاجه عندك عايزه تسكريها بيها اعمليها. خلاص كده نديها الشكل الحلو دوت، ما تبقاش غامقه معانا. طلعت معانا بقى بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده، شكلها جميل جدا. لو انت عايزه تعملي عليها سكر بودره حطي، عايزه تعملي شوكولاته بيضه شوكولاته غامقه حطي، عايزه تعملي جوز هند حطي، عايزه تعملي مكسرات حطي، اللي انت عايزه تعملي ايه تسقطيها في الشربات زي الزلابيه حطي، اي حاجه هتسكريها بيها هتحطيها هتنفع معانا، هتطلع معاكي شكلها جميل وتحفه زي ما انت شايفه كده. انا يا دوبك حطيت عليها حبه سكر وكانت جميله.